فأماني بقى كبرت كده واتجوزت، فاجوا عيالي بقى، كان برضه احنا بيتنا مفتوح يعني للكل، فعيالي بقوا صغار كده بقول لهم يا بنات مش تزعلوا، ده ما كانت امي بتقول لنا اما الضيف يجي، الضيف الكريم بيجي يلاقي الخير قدامه. كنا يعني احنا لغايه الوقت نتبسط قوي من الضيف اللي يجي ويلاقي الخير موجود والاكل موجود وكده. بس نسيت بس مشغول تمام، عشان هي اصلا كانت عامله قلب مفتوح قبل كده، بس برضو يعني كانت بتساعد على قد ما هي قد. السنة كان عندي ولا اكتر من 10 حتات، 10 حتات مواشي وكبار وصغار، وكان اللي لسه والده واللي بتحلب واللي بترضع، والله العظيم يا حبايبي يعني بصوا لدرجه ان انا اللي كنت بدي اللي بتاع ده اللي هو العجل الصغير لسه مولود، كنت بديله الحقن بتاعته والعلاج بتاعه انا. راح فين؟ راح بتغني؟ ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ مالك مبسوطة؟ انت بتغني؟ ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله. طبعا انتوا عارفين ان انا صورت معاكم كده وانا جايه لقطه كده، اللهم صل على النبي. انا النهارده عند ست الكل يا حاجه، نسينا يا ولاد مصورنا بصراحه. هي جيت لقيتها نايمه كده ومرهقه، وقلت ما تبقى تفوق وتصحصح كده. ازيك يا حاج؟ سلمي على حبايبي، بيسالوا عليك. يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يسعدكم ويسعد ايامكم ويسعد اولادكم يا رب جميعا، اللهم امين يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام المباركه دي بخير وبصحه وعافيه. زي ما انتم بتسالوا عليا انا بسال عليكم برضه، ربنا يبارك لكم ويزيدكم. والله كلهم بيسالوا عليكي، وبصوا مش عارفه اسمع الفيديوهات. ليه؟ يلا اقول بقى. هو في حد بيحب حد وينساه ولا يكرهها؟ انسونا طول ما اللي انتم بيحب انسان بيفضل يحب على طول. ربنا يحبكم ويعزكم ويريح بالكم يا رب جميعا، اللهم امين. امين يا رب. هي والله ما قالتش لنا، ولقيتها جايه ساعه اذان الظهر وانا نايمه فجاه كده يا ولاد. كنت بكشف امبارح والعلاج مخليني جسمي كله مش قادره اقوم. الف سلامة عليكي يا حاجه. ف لقيتها جت بلد يا بنتي، مش قلت لك كنا عملنا لك غدا وبتاع؟ قالت لا هنغدا الموجود. ايوه الموجود حلو يا حبايبي، احنا لازم نشغلها معانا كل مره. لا عادي يا حبيبتي، ما كنا نعمل لكم نعمل لمين يعني. انا بصراحه النهارده انا ما كنتش ناويه اجي، انا كنت مكسله كده لان انتوا عارفين حدانا الشغل بقالنا فتره ومرهقه، فقلت يعني اجي، لا مش اجي. فملك هو اللي شجعني بصراحه، علشان كان في علاج كنت جاي اخده، وهم كانوا جايبينه امبارح معاهم وماما بتكشف، وقلت بقى اجي بقى اطمن عليها بالمره يا حبيبي، طالما كانت بتكشف وتعبانه اجي اطمن عليها. فمش رضيت بقى اتعبهم معايا ولا ايه يا حاج؟ بس هي مرزقه. لكن حدنا سمك عامه يا حبايبي، وتعرفي انت حبشت السمك، بس عامه انا مش واكله سمك يعني. احنا برضه كان حدانا سمك العمده والانفار الموجودين اللي كانوا. فنرمين كانت طبخه النهارده ومسك فيها تتغدى معاها. هيشوفوا الفيديو عند نرمين. نرمين بقى كانت طبخه بظروفها كده، لقيتها مش عشان هي جايه. هي مش كانت تعرف برضه ان انا جايه والله. بس بصراحه انا كنت ناويه اطبخ، بس انا مش كنت قادره يا ولاد، والله مش قادره اقوم عشان اطبخ، فقلت نسلك النهارده الموجود ونطبخ بكره الصبح. احسن انت مش طبختي يا ام. والله ده اللي حصل، والله ده اللي في النية. والله كانت عايزه تقوم تطبخ برضه بعد ما جينا، قلت لها والله ما انت طابخه. فقلت لها هقوم كنت اطلع الزفر لها وهي تطبخ. لا والله قلت لها ما انت مش طابخه. بس هي استريحت بقى، قالت لا مش تعمل حاجه يوم انا هاكل الموجود. والله بس هي مربحه ومرزقه. راحت تيجي الغدا حاجه نرمين مكرونه بشاميل برضه النهارده نرمين منير بقول لها بقول لها ما تطبخيش يا نوره النهارده، قالت لي لا هطبخ الصبح. بتقول لي هي بتحكي لي بتقول لي ابو حبيبه بقول لها ما تطبخيش النهارده هنجربها غموس كده برضه. قولي يا سناء، هو بيحب الغموس يا حبايبي. سناء فاللهم صل على عشان النبي. التليفون محدش ياخد. تعالي يا سوس، هاتي وانا ماما هتفتح لك هتيجي الوقت. طب سيبي. تعالي. فالمهم
قالت له لا انا هطبخ وكده. فالمهم يعني هي قامت طبخت، وسبحان الله رزق يا حبايب، رزق ان انا عايشه الاقي الاكل برضه جاهز واكل. شفتوا ارزاق. ما جاء يعني اذن الدول مش اتصلت لي يا بنتي قالت مش حبيت اشغل. ارزاق بيقسمها الرزاق والله. ما حدش عارف الغير في اي لا حاجه، فعلا. ولا حد عارف هو يعني هو بصوا إرادة ربنا في كل شيء طبعا. وكان زمان الله يرحمها تقول لك ايه، كل لقمه بتنادي اكلها وكل هدمه بتنادي لبسها. والله. يعني انت داخل الاكل ده اهو، وكان زمان كده يعني الناس كان على زمان كانت على الفطره، فيعني كان يعني ناس يعني الفطره يعني ناس طيبين زياده عن اللازم، ولا تليفونات ولا نت ولا حاجات من بتاعت الايام دي. فكانت ابويا كان راجل غفير، وكانت ايه كانت امي الله يرحمها يا رب ترحمها وتنور عليها قبرها. يا رب ربنا يرحمه. كنا تبقى طبخه بالدكرين بط سوداني، دكرين بط كده، كانت البيت ايديها بقى ما شاء الله، ما كانش فيه اسمه بط بكمه ولا كان فيه فراخ بيضه ولا كلام احلى دي. ايام يا حبايبي، احلى ايام. وكانت بقى يا حبايبي ايه نبص نلاقي دكرين كبار يكون ايه للعيله او 3 الكرة اللي هي ما شاء الله دي نلاقي بقى ايه جاي ضيوف لبابا الله يرحمه لابويا، دوريه، ناس غفر، ناس جايين لها مشكله. يعني كان ابويا زي يعني مثلا زي العمده كده كبير المكان، كان فكان غفير. ايه بيته مفتوح للناس كلها. فكان يبص يجي لنا يطب علينا ضيوف، وكان الضيوف تاكل الاكل كله. فكانت احنا كنا صغار كده زي مالك وزي لا ما شاء الله يا ماما، كانت كريمه قوي 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 بصراحه. تقوم الله يرحمها تقول ايه يا بنات مش تزعلوا ان الناس اجت، احنا عيال صغير مش تزعلوا ان الناس اجت وكلت الاكل، احنا بدل نفرج على الناس وياكلوا وينبسطوا ونغسل ايدينا كده اكننا كلنا الاكل كله. ربنا يرحمها. فكانت كريمه وكانت يعني صاحبه واجب الحمد لله. كانت الدوريه تيجي بالليل لابويا، يعني ايه دوريه؟ يعني كانوا يجوا زمان بالعربيات زي الوقت، كانوا يجوا بالمهوره، كانوا يلفوا كده يا يلفوا حبايبي كده. والله العظيم ان انت ياما وحيت من اماتك كانت تقوم تعمل احلى فطير بالقشطه والسمنه البلد لهم بالليل والعسل والجبنه، وكانوا ياكلوا كانوا يقولوا يلفوا المكان كله، ومكان ياكلوا لحد ابويا الله يرحمه. سبحان الله. كانت محبه يا حبايبي وكرم. فانا طلعت برضه من صغري ما اتجوزت كده طبخت برضه. فاما اني بقى كبرت كده واتجوزت فاجوا عيالي بقى، كان برضه احنا بيتنا مفتوح يعني للكل، فعيالي بقوا صغار كده بقول لهم يا بنات مش تزعلوا، ده ما كانت امي بتقول لنا اما الضيف يجي الضيف الكريم بيجي يلاقي الخير قدامه. كنا يعني احنا لغايه الوقت نتبسط قوي من الضيف اللي يجي ويلاقي الخير موجود والاكل موجود وكده، احلى من الضيف اللي يجي والواحد يحتار يعمل له اكل ايه. ف ماشي يا ريحي. والله يا حبايبي امي برضه بقول لهم ما تزعلوش لما ضيف يجي وياكل الاكل لكننا احنا كلناه، والحمد لله الواحد بيبقى شبعان ومبسوط اللي الضيف اجى ولقي رزقه قدامه. طبعا ربنا يوسع رزقكم ويجبر خواطركم ويرزقكم من حيث لا تدروا ولا تحتسبوا يا رب. لا كانت احلى ايام، ايام انتوا جيتوا، ربنا يرحمهم. يا ريت الايام دي دايما وتفضل. اليوم اللي بنروح ما برجعش يا حبايبي. الحمد لله على كل حاجه. اليوم اللي بروح ما ربنا برجعش. يخليكي يا حاجه لينا ويجعلك كده يا رب. رسالة يا حبايبي الناس بتقضيها مش فيك يا اللهم امين. واحد بيسلم واحد. الحمد لله والشكر لله ربنا كنا يشفينا نطمنكم جميعا. على الحاجه يا اولاد، وجينا النهارده نشوفها وقلنا بقى ايه ناخد معاها لقطه كده عشان نطمنكم عليها، وانتوا كل شويه تقولوا غيروا في الفيديوهات. ادينا جينا للحاج، احنا كنا ماشيين دلوقتي وكلها ساعتين كنا ماشيين، بس يلا اجت بقى ايه البراءه. فرجت كده ان احنا نبات الليله. يلا مع الحاج ربنا يطمنكم وبالذات حبيب النبي ويجبر خواطركم يا رب. اللهم امين. دعواتكم للحاجه بالشفا يا ولاد. من حيث لا تدروا. الحمد لله والشكر لله يا حبايبي على ما جاب ربنا. كل اللي جابه ربنا نعمه وفضل، الحمد لله. ومحدش بايده حاجه ولا حد بيختار طبعا امال ايه قدره. لا والله. هي دي اقدار وربنا اللي مقسمها، واحنا في نعمه الحمد الحمد لله لله. احنا في نعمه كبيره. عن غيرنا في غيرنا برضو تعبان ربنا يشفيه ويعافيه، وكل جته بتحط زكاها، والحمد لله المؤمن مصوب. الحمد لله. يعني زمان قلنا المؤمن مصوب. لما شفت واحد مثلا وحش او واحد كافر او واحد مثلا بيعصي ربنا
وتلاقيه مريض تلاقي صحته 100% سبحان الله. وفي كل الصفات الحلوه. بس بس النهارده النهارده شكر وحش. ربنا نسيه. اما الحمد لله. المؤمن هو فاكر ربنا، فربنا لازم يفتكره، بس مش شرط يفتكره باي حاجه، ان هو فاكره مش نسيه حبايبي. وربنا يشفينا جميعا يا رب. الحمد لله يا حبايبي، ربنا يشفينا ويعافينا يا رب اللهم امين. كنا نقعد بقى نجرتف معاكم الملوخيه دي. سموره جابت لها شويه الملوخيه دول نايبي هي جابت لهم يا ولاد الصابون. ده واحد صاحب جوزها اللي حداه زارع وقال لهم بتعرفوا لكم حبه ملوخيه. بس جابت لكم وجابت للبنات ولا لا؟ انا رنيت على ابو حبيب امبارح قلت له في النايبي، قال ان عيني راح اجيب لك النهارده. هو كان راحوا ولما لقوا الملوخيه حلوه قدامهم فجربوا تاكل واحده شويه. والله ده اللي هم يسون يمكن تعرف اكبر شويه كمان. والله فجربوا تاكل واحده شويه وبعدين راحوا يجيبوا لنفسهم مش لقوا فحاولوا ان هم يجيبوا لك اياها. ايوه اشتروش ليه ده لا مش اشتروا، هم جابوها برضه. بقول لها لو هيشتروا صح وبحب ربنا يوسع عليها. ربنا يرزقها يا رب. اللهم امين. وبعدين يا حبيبتي المثل بيقول يا لك اختي والله اللي شاريه ينشري ما ينكري. صح والله. اللي ينشري ما ينكري، مثل حلو يعني. لها بدل موجود وهتشتريه. والله ده انا مجرتفه معاهم الملغيه ده، ان شاء الله نزل لهم الفيديو ده امبارح وهيشوفوه. والله شاريه امبارح يا ولاد من الصبح عندنا وقعدت جرتفتها معاكم. ايوه ما هديه منها. فقلنا بقى ايه نجيب كده على قدنا حبه بحبه ونبقى نشفهم بقى عشان نبقى نعملهم معاكم. انا بحب الملوخيه. بنجرتفها كده يا حبايبي. وبنقوم هي بنقوم بقى تغسلها الاول عشان تغسلها وتصفيها بالمصفى حلو، وبعدين تروح جايه حطاها على ملايه مثلا نظيفه زي دي كده، وتروح حاطينها ايه وشغالين عليها المروحه. الملايه بتمتص الميه اللي فيها والهواء بنشفها، وهي بتنشف ممكن تنشفيها تحت المروحه وممكن تسيبها في تعملها الشمس خضرة. كده. يعني مثلا ممكن تشيل الجمع ده كده وتغسلي لها روح وتعملي مثلا خضرة في بعد ما تنشف من الميه تنشفها بقماشه نظيفه ولا حاجه وتحطها بقى في اكياس كده ايه بحالها او ورق كده تحطها في الفريزر تبقى تعملها. وبعدين احنا بنحب نشارككم كل حاجه واحنا قاعدين كده لعبه عصاري حلوه كده، قاعده حلوه كده زي قاعده كده مع امي النهارده، يبقى فبنحب نشارككم كل حاجه يا حبيبي. الحمد لله ربنا اهم حاجه لايكاتكم الحلوه وتشجيعكم كده على الفيديوهات، واللي مش يشترك يشترك. شوفوا لك اللي كان سلسل العمد. ايه يا عم يوسف عايز تاكل؟ ازيك يا حبايبي؟ ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بس نسيت النص. دي خالته يا بابا. ادوهم بوسه يلا. قول لهم حطوا لايك كبير قوي. قول لهم حطوا لايك كبير. يلا قولي يا حبايبي يا اصحابي زي ياسمين. يا اصحابي حطوا لايك يا اصحابي. لايك لماما وخالته. طب عندنا مناسبة سعيدة بكرة مش هنخربش. يلا ادي بابا بص ادي بابا بص. انت هو عايز كده. هو بيفضل يفوت كده. عايز فين بابا؟ فين الكلب؟ كلبة. يا مالك. ودي الكلبة يسمرها بقى. يا مالك. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الواد مالك الرخم ده انت شاطرين كده مشرفنا ومقلسنا ومنورنا ومخربشنا. عزيز هو اللي مخربشنا. هو اللي مدلعنا. يا ماما خديه بره يلا بره اما نشوف مصالحنا. سلامة. باي ضحكتها حلوه. يلا الواد عامل زي الفسيخ على فكره يا ياسوس. مش متسفه ليه كلنا على بعض سمرة اصلا كانت عايزه تجي لك مخصوص. هو يجيلك يلا يا سمرة. مش انتوا ليه؟ بره احنا قاعدين لوحدنا يعني مش انتوا ليه؟ تعالي يا ماما شفت عبد وعلى ده من صحيح ملك جت ماما جايه. ده امتى الكلام ده؟ كان بعد ما جت يا ماما عايزه اروح ابص مالك. قلت لها خالتك يا بنتي يمكن نفس الحاجة هناك في العز. لا هنا. ولما تحب تيجي ست معاك تجيب على المكان وتيجي تقدم على اليوم تعمل يا وراي سمرة يعني. هتجي امتى؟ السنة العيد. ايش علاقتك تروح في اي حته؟ ليه انتوا محبوسين؟ احنا ما انتوا مش
حلال كلبش فيها كده اهو. بصوا كده اهو. بحب زياده بقى. ايوه بلاش دلع. الحب ولع في الذره يا حبايبي. المهم صلوا على النبي واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طبعا يا يوسف تيجي تاني. احنا جايين النهارده انا لا بيا ولا عليا مش نسهر مع سمسمه يا حبايبي وبتطردني. انا باجي اقول لكم على الصراحه بتطردني يرضيكم؟ البنت اللي جايه تتبلع علينا بكره. بس ما شاء الله نسكافيه ابو كراميل ابو كراميل بتقول اخر باك عشان مروح يعني والله العظيم اصبر بس عليك. انا بقول لها ايه اعمل لك ايه يا سوسو؟ قالت لي اختي يا ولاد لا يعني ايه حاجات معينه كده بتحب تاكلها تشربها فاهمين وكده يعني. تشربي ايه يا سوسو؟ كنا على السوشيال ميديا كله. اعمل لك ايه يا سوسو؟ في قهوه ساده وفي قهوه يا لا بشرب على روح المرحوم. فاحنا اصلا كنا عمالين بنضحك قبل ما تدخل انا ونرمين على الجروب يا حبايبي. فجزتهم بالجرم المشهور. اللهم صل على النبي. سوسو اختي بخير يا ولاد. يا حياتي يا لا مش كل الله العظيم انا كنت مراقبه بس مش مستوعبه بقى. سيبيه لا والله مش زي جرب اخلها يا اخد الكوبايه اشرب الكليبتين ما حد اللي يا سوسو بصي مش داخله عليكي كل حاجه تحت رجلك يا سوسو تحت امرك. والله يا سوسو كلام ولا بتاع. تعرفي تكتب كلام ممكن تكتب كلام يا بنت. لا البنت تروح والله البنت تروح. مش عايزه كلام زي ايوه يلا روح يلا على انت كل البركه يا سمسمه مش بنحارب منك ابدا. ده انت هتباتي معايا ليه؟ كمان وانا همشي واسيب لك البيت. لا بقى لا انا معايا مكفيني ومش عندي مراره. والله يا حبايبي سوسن اختي بتوحشنا. سوسن هي سمسمه طبعا. هي فين؟ هي جنبنا يا حبايبي يعني جنبنا كده بتوك توك. كام مش كام يا سوسن؟ نص ساعه. نص ساعه. ساعه على حسب بس يعتبر بعيده عننا شويه. انا هم في محافظه انا في محافظه. انما سموره ممكن تجي لي ماشيه ممكن تروح لامي نفس ماشيه. المكان. انا بروح لامي خطوتين نرمين جنب البيت جنب بيت امي فاهمين فاساسا اللي ايه مواصله فبتتغرم يا اولاد في التكاتك. اهم حاجه بتتغرم دي. لازم نحط التاتش بتاع يا خراشي لا والله يا حبايبي انا مش بتفرق معايا والله بس اهم حاجه اكون في وسطهم. بحب اللمه والله حتى والله يا حبايبي. مالك تبقى زي مبسوطه وهي مروحه بتعيط تصعب علينا كل مره. ما قلت لها هو حلمي الاثنين يا تيجي تقعدوا معايا يا تقعدوا معايا. طبعا لمه الحبايب يا حبايبي تشبع منها. واحنا وعلى فكره يا سوسو احنا مش بنروح برضه ولا بنتجمع أنا عند عارفة، امي بس- لما بنكون كلنا موجودين. يعني انا والله لا لسه بقالي كام يوم ما رحتش لامي. هتيجي ان شاء الله الصبح بدري نفطر مع بعض. كمان انا رايحه مشوار الصبح. لا دي الصبح بدري. احسن بالله انا وسموره نخلص اوراق كده. طب ماشي والكاسات بقى يفطر مع مين؟ كسير خدي بالك فاني انا سيبي لا ما انا وانت ونرمين وسموره بس سموره يمكن تكون مشغوله. انا وسموره مشغولين. انا لا يبقى احنا كده بنقول عايزين انت موجوده هنا هتفطروا لا معايا. انا عايزه اروح بكره المشوار ده ضروري. حتى ماما قالت لو عايزين تاخدوا الفسيخ بكره عند سمسمه براحتكم عايزين تجوا هنا براحتكم. قلت لها اسال سمسمه والله. والله تنوروا بس انا ماشي. احنا هنيجي يا دكتور هي مش مشكله يا وليه. تعالوا تفطروا واعملوا الغدا ونجهز ونروج البيت ونبقى نروج. واعملوا الغدا البيت بيتكم. أيوة. وعلى بال ما ارجع من المشوار ايه المشكله؟ طب والله طب فكره لا احنا لا مش فاضيين. نضرب عصفورين بحجر. كده الفسيخ بتاعي هيتعان وكده هيطبخوا ولا اللي في البيت. هيطبخوا اللي في البيت عشان ياكل جهاز. انتوا هتتغدوا لا مش مضر. واعملوا اللي انتوا بتحبوه. لا بط وفراخ ولحمه اللي انتوا عايزينه. حاجة بس حاجه واحده يعني يا بط يا فراخ يا لانش. يا مش بخل. لا انا بقى لو جيت هطلع كل اللي في الفلوس واعمل هو انا مش بخيله يا حبايبي اقتصدوا. تصدق أيوة. جات تقتصد النهارده سايبه الايام كلها وجات تقتصد في اليوم اللي احنا فيه. ايوه انا بقيت اوفر وبقيت اقتصد. شايفين اهو الكلام اهو كنا لا نروح نجيب سيره ولا نتكلم. ايوه اكتبوا يا حبايبي اكتبوا. انا كنت بقول هروح افطر مع سمسمه الصبح وهنغربها غدا. خلاص يا سيدي. بس هي بقى طالما مش فاضيه يا اولاد لا احنا مش جايين ولا رايحين. خلاص انا اروح المشوار بتاعي في اي يوم تاني. لا نفطر بكره مع بعض. لا. عايزين تاكلوا فسيخ من غيري؟ ما انت مش فاضيه انت مشوارك اهام. لا لا عادي احنا ممكن نروح في اي أي مره يوم نجي تاني برضه عادي. عادي.
خلاص بكره مش ضروري مشوار، لان احنا عندنا بكره اصلا برضو سموره عيد. بخدي بكره. هتروح عشان ضروري يعني عايزه تخلص ورق ضروري. بس يعني انا عادي، انا ممكن اجله ليوم تاني عادي، ونفطر بكره طالما انت قاعده بكره، بس نفطر بكره مع بعض وبعدين نروح عيد ميلاد مع بعض. عندنا بكره عيد ميلاد يا حبايبي. تابعوا الفيديوهات يا حبايبي، عيد ميلاد عند سموره، وعندنا برضه كلنا هنصور ان شاء الله. وسوسن معانا بكره هنحتفل بيها ان شاء الله عند امي عندي. تعالوا افطروا معايا، افطروا معايا اي حته، المهم نفطر. تعالوا نفطر في الشارع ان شاء الله نفطر في حد المواشي ده، هنفطر برضه. والله العظيم. بصي والله انا العظيم صحيت امبارح من الساعه 4 وانا صاحيه. عارفين يا حبايبي، صليت قيام الليل والله يا حبايبي. والله لو ما مالي لا جايه من بدري والحته مشكشكه كده، وجايه مع سمسمه عاملين ايه؟ ما هي- ما هي- بدري في الشكشوكه كده وياها. خلاك مثل المواشي يا ولد. نفطر يعني كنت بكنس المواشي يا هي حبايبي. اصلا كانت بتعمل السنه اللي فاتت قبل ما افتح القناه على طول كان عندي خصوصاً مواشي. لا لسه مش مالي. ماشي، وكان عندك برضه وكان في بس مش كنت بنزل، كان بس زمانك تعب. بقى موجود. لا، بس سوسو تعب، فانا مش طايقه في الاول. سوسو يا حبايبي كانت عامله بحلب وبعمل كل حاجه في السمسمه بقى. كانت ملهاش في الشغل اللي هو الكتير ولا اللي هو مشغول. تمام، عشان هي اصلا كانت عامله قلب مفتوح قبل كده، بس برضو يعني كانت بتساعد على قد ما هي قادره. مساعد على مالك الست الشاطره اللي تساعد. وبصوا على قد ما هي قادره، مش هنقول بصوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني انا ما اكونش واحده مريضه او مثلا مش قادره اعمل حاجه او عامله عمليه واروح ارمي نفسي في التهلكه، ربنا ما قالش كده وربنا ما يرضاش بكده. تمام، بس في ستات بتكون قادره تعمل وقادره تنزل وقادره تشتغل وشايفه جوزها تعبان وطافح الدم وموفر لها الاكل والشرب والراحه وكل حاجه، وهي لو في حاجه بسيطه مش عايزه تعملها. ليه؟ ده مش شغلي، انا ماليش فيه. ده على فكره غلط. الحياه مساعده والحياه مشاركه. انت عايشه في بيتك، في بيت جوزك هو بيتك، تمام؟ وجوزك يعني انا شايفه ان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مفيش فرق بين الاثنين، ولازم يبقى الاثنين كده اتحاد قوه. ده بيتك والله يا وخيرك حبايبي ورزق ولادك. سمسمه شايفه وعارفه، فاكره سمسمه يعني السنه اللي فاتت كان عندي ولا اكتر من 10 حتات مواشي وكبار وصغار، وكان اللي لسه والده واللي بتحلب واللي بترضع والله العظيم يا حبايبي يعني بصوا لدرجه ان انا اللي كنت بدي بتاع ده اللي هو العجل الصغير لسه مولود، كنت بديله الحقن بتاعته والعلاج بتاعه انا. والله يا حبايبي بصوا بكنس كل حاجه، بحلب بايدي، كل حاجه كنت بعملها. روحي بصي مالك زي ما انتم شايفين سمسمه كانت بتعمل، انا كنت بعمل بزياده، بس انا كنت قعدت اكتر من سنه بعمل لوحدي. يعني كان معايا حمايه بيساعدني شويه، حماتي بتساعدني شويه، بس انا كنت انا اللي دايما، لان كان جوزي مسافر وكان هو سايب لي كل حاجه، وكنت الحمد لله مع ان انا كنت تعبانه ومش كنت المفروض ان انا اعمل حاجه، بس عشان هو مسافر ما ينفعش ان انا اسيب الحاجه تتبهدل برضه وكده. يا حبايبي هي كانت تعبانه. وعايزه اقول لكم على حاجه، والله انا وبعبده كنا اكتر ناس زعلانين، والبهايم دي سوسو كنت بتبيعها لانها تعبت فيهم انا صراحه. تعبت والله وكنت زعلانه، هم بيمشوا كده كنت بعيط وراهم. ايوه بصوا يعني ايوه تعب جوزها وشقاه. وبصوا الحاجه في البيت اسمها متصان ثمنها، اما متباعه الفلوس مالهاش لازمه في الانسان. فعلا. تمام. انما مثلا الجاموسه عندك ربنا بيكرمك فيها، بتعشر بتولد بيبقى وراها عجل، بتجيب حبه لبن بتاع شويه لبن مثلا بيمشوا البيت كده يا حبايبي. يلا بس الحمد لله طبعا ان شاء الله يعني المشروع بتاع سوسن اصلا هو كان غلط من الاول، لان كان المفروض ابو مالك لما يستقر يعمل المشروع ويقوموا هما الاثنين ايدهم مع بعض. هو عشان سافر فمش كان المفروض ان احنا عملنا، وبعدين انا قاعده عامله عمليه قلب، يعني مش ليا ان انا اعمل مجهود جامد، وبالذات المواشي ده عايزه واحد. طبعا يا حبايبي الغربه ربنا يعين كل واحد على غربته يا رب، ويرجع كده ويرجعهم سالمين غانمين لبيوتهم واولادهم، اللهم امين يا رب يا حبايبي. والمغترب ده احنا ما نبصلوش في اي حاجه، هو شقيان وطافح الدم وطالع عينه وربنا اعلم بيه والله يا والله. سمسمه عارفه النهارده بقول لي ايه؟
بقول لي واحد والله مسكوا بتاعت الحديد يا دوبك اجت من تحت عينه ورمت في وشه. اول امبارح كان والله يا دوب يا حبايبي بيجري يعني في المستشفى، كان تعبان صدره تعبه وجابته ازمه كده في صدره تعبته، وقبلها بيومين وجع عليه اللي هي محدش عارف لفه الحديد دي. والله بتعرف يعني الحمد لله محدش عارف، بس الناس فاكره ان هم بيجيبوا من الشنط وخلاص. والله العظيم والله انا الحمد لله. من كام يوم كده يا سوسن بفتح الفيس فلقيت حد اعرفه يعني، مش عايزه اقول اسامي لان طبعا الكل بيسمع الفيديوهات. هي قريبه تعتبر اختي يا حبايبي، فلقيتها منزله حاله ونفسيتها مش حلوه. مالك يا بنتي في ايه؟ قالت لي والله يا سمسمه الناس كلها مفكره ان انا قاعده على بنك وتل فلوس، اللي رايح هاتي اللي جاي هاتي، اللي رايح الدولار بكام النهارده، الدولار غلي، الدولار زاد، الدولار فهمت؟ نفسيتها متدمره. عارفين والله مشاكل مع جوزها وهو مسافر، ولادها مجننينها، يعني انا مش والناس باصه لبعضها في ايه، انا مش فاهمه يا والله. يعني يبقى الواحد طبعا الناس كل حاجه، يبقى الواحد مثلا قاعد في وسط بيته ومراته وشغال وربنا كريمهم وباصين للي متغرب. طب ما تبص لمراته اللي قاعده لوحدها في حزنها وفرحها والسنه والاثنين وفي تعب وفي ميلاد وفي ولاده وفي كل ده وجوزها مش معاها، تحمل تعب ولاده واطفال ثانيه معاها، العيل بيكبر وابوه مش موجود. والله العيل بيتعب لوحدها مفيش حد. هي اب وام وبصوا مدرسه وكل يعني لو غير كده في مسؤوليات تانية غير الاطفال برضه، يعني مطلوب منك برضه. ربنا يا رب يعين كل واحد على حاله ويحمي كل مغترب ويرجعه لبلده ولاهله بالسلامه يا رب. طولت عليكم يا حبايبي، ما تنسوش بقى كده لايكاتكم الحلوه لسوسن. انتظروا ان شاء الله عندها فيديو الفطار بتاع الفسيح والدتي وياسمين وانا باذن الله، وربنا يسعد ايامكم جميعا وسهره سعيده سعيده سعيده. السلام يا حبايبي.